مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. وصفتي لليوم هي أكلة شامية كتير طيبة، أكلة الجمعات والمناسبات أكيد الكل بيعرفها، اللي هي الحراق بإصبعه. حسيت الجو بده هيك أكلة وحبيت شاركها معكم. تابعوا معي الفيديو وتعالوا مع بعض لنشوف طريقة التحضير. وهي الأكلة كتير سهلة بس بتتطلب تجهيزات. أول شي رح بلش جهزه هو التمر الهندي اللي هو أساسي بهي الوصفة. رح استخدم 3/4 القالب من التمر الهندي، بفرطه بهي الطريقة ورح نزل عليه المي السخنة. وفيكم كمان تنقعوا قبل بيوم مثل ما بنحط شراب التمر الهندي، نفس الطريقة. أنا هون رح نزل عليه المي السخنة ورح أرفعه على الغاز. بنزل عليهم لتر من المي السخنة وبحطهم على الغاز يغلوا من 10 ل 15 دقيقة لحتى يتعقدوا منيح ونطلع كل خلاصة التمر الهندي. هلأ بطفي عليهم الغاز وبتركهم حتى يبردوا شوي، وبصفيهم بشكل كتير منيح مثل ما بنحضر شراب التمر الهندي بس بدون إضافة سكر. وهلأ رح انتقل معكم لتحضير الخطوة اللي بعدها واللي هي البصل. عندي هون 5 حبات من البصل، قطعتهم لشرائح رفيعة أو جوانح بهي الطريقة. وبهي الأكلة كل ما كان البصل فيها كتير كل ما كانت أطيب. وبالنسبة للبصل رح أقلكن على سر كيف يطلع معنا البصل مقرمش ومغابة بزيت بالمرة. للبصل ضفت معلقتين من النشا ومعلقتين من الطحين ومعلقة من السكر، قلبتهم مع بعض بشكل كتير منيح. وبعدين بنزل بواقي الطحين والنشا بالمصفاية بهي الطريقة. وهلا رح انتقل لمرحلة القلي. عندي هون الخبز قطعته لمكعبات وهلا بقلي بزيت غزير وحامي. طبعا الكمية حسب الرغبة، نحن هون بدنا نستخدمه للزينة. وأول ما ياخد الخبز لون دهبي خفيف مباشرة بصفيه من الزيت وبحطه على صحن مفروش محارم المطبخ. وهلا رح اقلي كمية من العجين قطعت على شكل قلوب بهي الطريقة، كمان رح نستخدمها بالزينة. والعجينة عبارة عن كوب طحين مع نص كوب من المي ورشة ملح، يعني نفس عجينة الششبرك. وأساس هي الأكلة كانت تنعمل بالعجين وكانت تاخد وقت طويل، لكن للسرعة صرنا نستخدم المعكرونة الجاهزة. هلا بقلب قطع العجين شوية على الغاز، أول ما ياخدوا لون ذهبي خفيف مباشرة بشيلهم وبصفيهم منيح من الزيت. وهلا رح اقلي البصل. بالنسبة للبصل بنزل البصل على الدفعات، ما بحط الكمية كلها حتى ما يلزق مع بعضه ويغب الزيت. والبصل إذا عملتوه بهي الطريقة رح يفرق معكم كتير بالطعم وبالشكل. مثل ما قلت لكم بنضيف له الطحين والسكر والنشا وبعدين نقلي على دفعات بهي الطريقة. ومثل ما شايفين البصل طلع بشهي ومقرمش ومو غابة بزيت بالمرة. وفيكن تستخدموا هذا البصل للمجدرة وللكشري وكتير أكلات فيها بصل. ورح كفي باقي الكمية بنفس الطريقة. وهيك بكون جهزت لوازم الطبخة، بالإضافة إني جهزت الكزبرة وفردت الرمان. وهلأ بطنجرة على الغاز رح ضيف كوبين ونص من العدس وبغمرهم بالمي. وبغطي الطنجرة وبتركهم على النار لحتى يستووا 3/4 الاستواء. هيك العدس استوى 3/4 الاستواء. هلا بنزل عليه شراب التمر الهندي وبخلي يكفي استواءه مع بعض. وطبعا هون كمان انا زودت كمية المي بعد ما ضفت شراب التمر الهندي، زودت تقريبا لتر من المي. هلا رح استخدم هاي المعكرونة الموجودة بتركيا كتير قريبة من العجين. كل كيس بيساوي نص كيلو، انا رح استخدم كيلو من المعكرونة. وبترك المعكرونة لحتى تستوي مع التحريك كل شوي حتى ما تلزق المعكرونة مع بعضها. وهلا رح اضيف عليهم كوب من دبس الرمان اللي بيعطيها طعمة كتير طيبة، ومعلقة ونص كبار من الملح. طبعا بهالأكلة لازم يكون الحمض والملح ظاهر فيها. وآخر مكون رح أضيفه هو نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وبعد ما تستوي المعكرونة بتركن حوالي 10 دقايق حتى يتشربوا النكهات ويتقل قوامهم.
وهلأ بمقلاية على النار رح أضيف نص كوب من زيت الزيتون، وفيكن تستخدموا الزيت النباتي لكن زيت الزيتون بيعطيها طعمة كتير طيبة. ورح نزل عليه هون الثوم المهروس. بقلي الثوم شي بسيط بدون ما يتغير لونه، وبعدين ننزل عليه نص كوب من الكزبرة الخضراء كمان بدون ما يتغير لونه، بس بنزلها وبقلبهم تقليبتين وبطفي الغاز. ومباشرة بنزل الكزبرة والثوم فوق العدس والمعكرونة، بقلبهم على الغاز شوي وبتركهم يغلوا دقيقتين مع بعض وبعدين بطفي الغاز. وهيك وصفتنا صارت جاهزة، ما بتصدقوا الريحة والطعم بجد كتير كتير طيبة. وهلا بسكبها بطبق التقديم، وبالعادة أنا بعملها بكمية كبيرة كتير مناسبة للجمعات. وهي الأكلة تعلمتها من أمي الله يذكرها بالخير ويطول بعمرها، كانت تعملها وتعزم عليها الجيران ونسوان أخواتي بسوريا، وكانت أيام كتير حلوة. وبتركها حتى تبرد شوي وهي طيبة تتاكل باردة. وهون جهزت الكزبرة والرمان بالإضافة للخبز والبصل المقلي والعجين اللي حضرته معكم. وبالنسبة للتزيين ذوق شخصي مثل ما انتم بتحبوا، فيكم كمان تزينوها بالثوم والكزبرة المدقوقين مع بعض. وهيك بيكون الشكل النهائي لوصفتنا لليوم، بتمنى انها تكون عجبتكم. مثل ما شفتوا أكلة كتير سهلة بس بتتطلب تجهيزات ومراحل بالشغل، والنتيجة كتير كتير طيبة ورائعة. بتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم. إذا عجبكم ما تنسوني من اللايك للفيديو، وإذا كنتوا لأول مرة عم تشوفوا قناتي مطبخ مروة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعارات لما نزل وصفات جديدة.